صباح السعادة والخيرات. سؤال يفقع. واحد جاله 2 QR كود وهم 3 اخوات، فمش عارف يروح لاصحابه ياخد مين من اخواته وهو رايح. الحقيقة السؤال محير، لانه اذا خد واحد هيزعل، واذا سابهم الاتنين هيزعلوا وهيستخسر الQR كود التاني. طب نعمل ايه؟ انا الحقيقة ما عنديش اجابة قوي على السؤال ده، لكن عندي سؤال بجد بقى ليه علاقة بالقانونيين. يعني خلونا نعمل سؤال عميق من على البحر. فكرة الQR كود والسؤال حوالين الكومباوندز بشكل عام، ايه قواعد الملكية؟ يعني انا حاسة ان لما اشتري فيلا او شاليه في كومباوند، المفروض انه موضوع الاسوار للكومباوندز والQR كود دي عشان تنظم الحياة وتخليها سهلة ولذيذة، وما يبقاش عندنا دخلاء ولا عامة ودهماء، ونبقى مبسوطين. مش كده المفروض يعني؟ انما القيود اللي محطوطة دي، هي دي يا جماعة مش ضد الحق في الملكية. يعني من حق الكومباوند، او انا اديت في العقد بتاعي صلاحية لإدارة الكومباوند إنها تنظم الكومباوند، مش لدرجة إنها تخلي ملكيتي أنا منقوصة. مش يعني حاسة إن اللي بيحصل ده بعيدا عن الهزار، في عبث بالقواعد الملكية اللي موجودة في قانون المدني في العالم كله. يعني المفروض إنه لما يبقى عندي بيت أدعي فيه اللي أنا عايزاه. ممكن بقى تحط قيود على الشاطئ، ماشي، باعتباره إن مساحة عامة، ممكن تحط قيود على أي حاجة. إنما بيتي وابقى مش عارفه ادخل حد فيه، لا يعني. او تقول لي ان انت تاخد شاليه بس تدخل 4، وتاخد فيلا بس تدخل 5. يعني حاسه ان الموضوع محتاج بقى ايه غير الهزار والتهريج وبتاع. توقف له وقفه، يعني هيئه المجتمعات العمرانيه ولا اي حد في الدنيا، لانه احنا كنا بنهزر طول ما اصحاب الشأن مبسوطين، ماشي. انما لما يوصل لانه الناس نفسها تبقى مخنوقه، انا عماله افكر في الموضوع ده في الدستور الملكيه مصونة لا يجوز المساس بها إلا بقانون. طيب وفي القانون الملكية مصونة بما لا يؤثر على الآخرين، فما لا يؤثر على الآخرين ده ماشي يتنظم الشواطئ. إنما يتنظم الدخول ويبقى ملكية الناس نفسها منقوصة، دي أنا بصراحة محتاجين كل أصحابنا القانونيين نفكر فيها. دي هو ده تغيير جوهري وجذري لقواعد الملكية ولا إيه بالظبط؟